بص، انا المره الوحيده اللي تداولت فيها فيوتشر او رفع ماليه في حياتي كانت اول ما ابتديت تريدنج خالص، لما كنت بقى بلعب قمار، ما كنتش بتريد. اوكي، وقعدت العب بكام $100 لحد ما كسبت. اوكي، قعدت شهرين بكسب، كنت بعمل 100% و200%، احط 100 $200 اعملهم الدبل او التريبل. اوكي، لحد ما جيت في مره الشيطان لعب في دماغي، قال لي خلاص بقى، ده انت يعني يا نهار ابيض، ده انت خلاص، ده انت المسيطره في اللعبه دي. حلو، رحت حاطه كام $1000. والله العظيم نفس اليوم ده اتلكوكت، محفظه صفرت. والله العظيم جالي بانيك اتاك. اوكي، اصحابي جم ودوني المستشفى، كنت في سلنتر ومكرم على بيت اصحابي، جم ودوني المستشفى. يومها انا قررت ادور واشوف هل الموضوع ده عباره عن علم ولا قمار. اوكي، بما اني درست علوم فقلت هدور، لو لقيت فيه ناس بتفهم، ناس علماء او دكاتره يتكلموا في الموضوع ده هجوين فيه. ومن هنا كانت بدايه نقطه التحول. حلو، فانا ضد الرفعه الماليه وضد السي اف دي وضد كل حاجه فيها نوع من انواع الجامبلينج لحد ما اموت، علميا ودينيا. اوكي، من ناحيه في الاسلام يعني التداول بالرفعه الماليه او بالعقود الاجله، كل العلماء تقريبا اجمعوا على ان هو فيه حرمانيه. اوكي، بس من المواقع المحترمه زي الاسلام سؤال وجواب وهكذا تقدر تسيرش عليها تداول بالعقود الاجله. حلو، علميا احنا مخ الانسان اصلا مهما كنت انت قوي ذهنيا. اوكي، يعني انا الناس اللي بيشتغلوا معايا عارفين ان انا الروبوت في الشغل، انا ما عنديش زيرو ايموشنز. اوكي، ومع ذلك ما عرفتش اسيطر على مشاعري في الفيوتشر. كنت باجي في مرحله بتداول بالعاطفه، بيسيطر عليا الخوف، الطمع، الايجو. اوكي، فبالتالي انا ضد التداول بالرفعه الماليه. بالنسبه للبروكر فعندنا بايبت. اوكي، بايبت تقدر تكون بتتداول من عليك كل حاجه، انا ارشح بايبت وبقوه. اوكي، بايبت قوي جدا لان السؤال ده كذا حد سال على البروكر. اوكي، فبايبت عليه اكونت اسلامي، عليه تقدر تكون بتتداول سبوت، تقدر تتداول البورصه الامريكيه، الميتالز، الذهب، الفوركس، الاويل، كل حاجه تقدر تتداولها من على بايبت. واعتقد ان بايبت ابلكيشن موثوق جدا، يعني حتى التقييم بتاعه على تريدنج فيو 4.8.